السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثعابين من الحيوانات المخيفة جدا للإنسان، وبتتسبب في حالات وفيات كتير كل عام في جميع أنحاء العالم، حتى إنهم استخدموها في الأفلام لعمل أفلام الرعب. ولكن هل تعلم إن في أكتر من 2700 نوع منها في جميع القارات؟ وإن قارة وحيدة هي اللي مش موجود فيها الثعابين، وهي انتاركتيكا أو القطب الجنوبي، وبيتراوح طول التعبان من 10 سنتيمتر لغاية 7 متر تقريبا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. الثعابين حيوانات زاحفة من ذوات الدم البارد، وبتنتمي لرتبة الحرشفيات. ملهاش أطراف ولا أذنين خارجيتين، وكمان ملهاش جفون، وعندها حواف في جسمها بيعتقد إنها كانت عبارة عن أطراف، وتلاشت مع الزمن، وهي بتاكل اللحوم زي ما احنا عارفين. أطول الثعابين هي الأصلة والأناكوندا اللي بيصل طولها لحوالي 7 متر تقريبا. ومعظم أنواع الثعابين غير سامة، وهي بتلتف على الفرايس عشان تخنقها وبعد كده بتبتلعها. أما الأنواع السامة فبتستخدم السم لإخضاع فريستها وكمان للدفاع عن نفسها. والثعبان ليه القدرة على سلخ جلد الجسم بالكامل اللي بيغيره تقريبا كل سنة. والهيكل العظمي للثعبان بيتكون من جمجمة وعمود فقري وأضلاع. وبعض الثعابين عندها حوض وأطراف، ورأس الثعبان محمية بغطاء عظمي قوي جدا. أما فكها فبيتمتع بمرونة عالية، وبيحتوي الفك السفلي على أربطة مرنة اللي بيتمدد عند ابتلاع الفرائس المختلفة. والعمود الفقري بيتكون من حوالي 200 إلى 400 فقرة. أما عن فقرات الديل لوحدها فبتمثل 20% من العدد الإجمالي للفقرات، وبتستخدم جسمها في الحركة بدل الأطراف. أما عن الديل فهو متماسك مع الجسم، فالثعبان ما بيتمتعش بخاصية التخلي عن الديل لو حصل له ضرر زي ما بيحصل في السحلية والبرص. الرؤية، وبتختلف درجة الرؤية في الثعابين من الضعيف جدا إلى الحاد، بيختلف من نوع لنوع. والحاسة الرئيسية عند الثعبان موجودة في اللسان اللي بيستخدمه في التذوق والشم، وبيعتمد عليه في اصطياد فرائسه. فهو بيخرج لسانه وبيحركه في الهواء، وبيستطيع بيه إنه يشم الروائح المحيطة ويعرف بوجود فرايس قدامه أو لأ، أو يحدد مكانها بشكل دقيق. ويوجد عند الثعبان عضو يسمى جاك بيسون، وده بيقوم بتحليل الروائح وإرسالها للمخ، وهو موجود فوق اللسان. أما عن حاسة السمع في الثعبان، فالثعبان لا يمتلك أذن خارجية، وإنما ليه أذن داخلية بيسمع من خلالها أصوات الموجات الأرضية، وكذلك يستطيع من خلالها إلصاق بطنه بالأرض والإحساس بالاهتزازات اللي بتحدث على الأرض وفي الهواء، ومن خلالها يستطيع معرفة اقتراب حيوان ما. وفي أنواع أخرى من التعابين بتستطيع الإحساس بالأشعة تحت الحمراء، وده بمساعدة أعضاء الإحساس الحرارية اللي موجودة بين العينين والأنف، اللي بتستطيع بيها تمييز حرارة فرايسها من حرارة البيئة. أما عن العيون فالثعبان لا يمتلك جفون ولا يستطيع إقفال عينه، لذلك فهي مغطاة بطبقة قشرية تحمي عينه بشكل دائم. وأنثى الثعبان تسمى بالأفعى، أما الذكر فيسمى بالأفعوان، ويتم التكاثر بينهم في فصل الربيع والصيف. والأنثى بتفرز بعض الهرمونات الأنثوية اللي بتجذب الذكور للتزاوج بيها، وبتقوم الذكور بالالتفاف حول الأنثى فيما يسمى كرة التزاوج، ثم تختار الأنثى الذكر من بينهم فتنتفض الكرة، ويقوم هذا الذكر بالزحف تحتها وتخصيبها تخصيب داخلي، وتضع الأنثى من 2 ل 100 بيضة حسب النوع في مكان آمن بيفقس بعد شهر أو شهرين تقريبا. ودي طريقة، وفي بعضها بيحتفظ بالبويضات في جسمها وبيفقس البيض داخلها وبتقوم بولادتها. أما من ناحية الرعاية فغالبا بيتم ترك البيض في مكان آمن ولا تعتني بيها. ولما بتخرج التعابين الصغيرة من البيض بتمتلك سن أمامية بتكسر بيها البيضة، وبعدها بتسقط السن ديت بعد الخروج من البيضة. وعلى الصغار تدبير أمورها بدون رعاية من الأب أو الأم، فتتفرج في كل اتجاه للبحث عن الطعام. وفي بعضها بيقوم برعاية صغاره التغذية. وزي ما احنا عارفين إن التعابين بتتغذى على الفئران والأرانب، أما الثعابين الصغيرة فبتتغذى على الحشرات. والتعابين ما عندهاش أسنان ولا لسان، فبتقوم بابتلاع فريستها بالكامل. والأنواع الكبيرة من التعابين ممكن تبلع خنزير كامل. ومرونة الفم بتساعدها على إنها تدخل إلى جسمها، وبتقوم بتحطيم الفريسة بتاعتها بعضلات البطن القوية اللي بتعمل كبديل الأسنان. والتعبان من الذوات الدم البارد، في عملية الهضم للتعابين بطيئة جدا. فالأناكوندا مثلا اللي بتعيش في جنوب أفريقيا ممكن تاكل في المتوسط كل 6 شهور. وفي بعض أنواع التعابين متخصصة في أكل بيض الطيور، فبتقوم بابتلاع البيضة والاستعانة بفقراتها لتحطيمها.
وبعدها بتتقيأ قشور البيض. والأعداء الطبيعيين للتعابين هي الصقور والقنافذ والنمس. والتعابين السامة بتمثل حوالي 400 نوع، وهي بتلدغ فريستها بأنيابها السامة، وكل ناب فيه فتحة بيمر السم من خلالها إلى الفريسة. وبينطلق سم الثعبان من الغدد السامة الموجودة في راسه ومتصلة بالأنياب، وبيتكون السم من مواد بروتينية ومواد معدنية بتؤدي إلى شلل الضحية أو الفريسة، وده بيعتبر أول خطوة من عملية الهضم للثعبان. فالسم يحدث صدمة للضحية ويبدأ في التغلغل عن طريق الأجهزة الليمفاوية، وهو بيدمر خلايا الدم والأجهزة الحيوية زي الكلى. وهناك ثعابين تؤثر سمومها على الجهاز العصبي أو الدورة الدموية، وأخرى بتضر الخلايا التنفسية والرئة، وده بيؤدي في النهاية لموت الضحية بسبب الاختناق أو النزيف الداخلي وغيره من الأضرار الناتجة عن هذه السموم. أشهر أنواع الثعابين المامبا السوداء، وهي أخطر ثعبان في أفريقيا، بيستطيع أن يقتل شخص بقطرتين فقط من السم بتاعه، وطوله تقريبا 2.5 متر، وبيمكنه التحرك بسرعة 19 كيلومتر في الساعة. وبتتولد الصغار وفيها تقريبا قطرتين إلى 3 من السم في كل ناب، أي إنها قاتلة منذ الصغر. ولما بتكبر بيوصل مقدار السم في كل ناب إلى 20 قطرة تقريبا. مجرد حقن السم في جسم الضحية بيصاب بالشلل أو السكتة القلبية، وهي مسؤولة عن أغلب الوفيات الموجودة في جنوب أفريقيا المرتبطة بالتعابين. رأس الرمح، وهي متواجدة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ويتراوح طولها من 1.2 متر إلى 2.5 متر. ونص حالات التسمم من الأفاعي في أمريكا الوسطى منها تقريبا، لأن سمها بيحتوي على مادة مضادة للتخثر، فإن لدغتها يمكن أن تسبب نزيف كبير جدا للشخص. الشجرة الخضراء، وهو ثعبان موجود في جميع أنحاء أفريقيا، ويوجد بشكل أساسي في سوازيلاند وبوتسوانا وموزمبيق وزيمبابوي، ومن أكثر التعابين السامة اللي بيطلق عليها الثعابين ذات الأنياب الخلفية، واللدغة بسمه بتتسبب في نزيف ضحاياه داخليا وخارجيا. أفعى راسل، توجد في الهند، وهي بتتسبب في 58 ألف حالة وفاة كل سنة، كما إنها مسؤولة عن غالبية الوفيات الموجودة في سريلانكا، وهي بتنتشر بالليل في حقول الأرز، وعشان كده كتير من ضحاياه بيكونوا من مزارعي الأرز خلال وقت الحصاد. ويؤدي سم النوع دوت من التعابين لمجموعة من الأمراض مثل الفشل الكلوي الحاد والنزيف الحاد، وفي حالات نادرة تظهر أعراض مشابهة لمتلازمة شيهان، حيث تتوقف الغدة النخامية عن إفراز هرمونات معينة. كريد ذو النطاقات، وهي بتتحرك ببطء خلال النهار وتنشط بالليل، ويمكن أن تشل لدغتها العضلات وتمنع الحجاب الحاجز من الحركة اللي بيمنع الهواء من دخول الرئتين، وتصاب الضحية بالاختناق. الكبرى الملك، وهي أطول ثعبان في العالم، ويصل طولها ل5 متر و40 سنتي. يمكن أن يرى هذا الثعبان الشخص المتحرك على بعد 100 متر، ولما بتحس الكبرى بالتهديد يمكن أنها ترفع رأسها تقريبا تلت طولها إلى أعلى، وبتهجم الكبرى على ضحاياها بأنها بتلدغها من 3 ل 4 لدغات سريعة، واللدغات دي بتكون بإمكانها قتل إنسان بالغ في غضون 15 دقيقة تقريبا، ويمكنها كمان قتل فيل في غضون ساعات قليلة. خلصت حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم من جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.